السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الملوي اللي كيجي هماوي في المائده بطريقه سهله ومبسطه وناجحه 100%. واخا تكوني اول مره جربتيه، مع واحد الخلطه هائله. وكذلك غنشارك معكم واحد المجموعه ديال الخطوات اللي غتخلي الملوي ديالكم ناجح بدون تعقيدات. المهم بلا ما نطول عليكم نبدا على بركه الله. هنايا غادي ندير 4 ديال الكيسان ديال الفورص. غادي نزيد كاس ديال القمح الفينو، ندير معلقه ديال العسل، وغادي ندير واحد الحفره في الوسط ونبدا نخلط العجينه ديالي بثلاثه ديال الكيسان ديال الماء دافي. غادي نجمع العجينه ديالي، من بعد غادي نزيد راس معلقه ديال الخميره، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال الملحه. غادي نجمع هاد العجينه ديالي، ما ندلكهاش بزاف، غير نجمعها وغنخليها ترتاح. غادي ندهن لها شويه ديال الزيت روميه المده ديال 10 ديال الدقائق. بما ان عندي انا الجو بارد غادي نديرها من فوق سطح العمل. من بعد ما ارتاحت غادي نرجع ندلكها. اللي ما بغاتش تدلكها تزيد تغطيها بشي ساشيه وتخليها كترتاح كتدلك الراسه. هنايا غادي نشارك معكم الطريقه ديال التكوار. غادي نكور ل7 ديال الكرات. درت انا 6 وحده غتبقى لي، انا محتاجه غير 6 ديال الكرات. هنا هاد الخلطه اللي غادي نورق بها الملوي ديالي. درت مع 2 معالق ديال الفورص، ساشي ديال الخميره الحلوه، ودرت نص كاس ديال الزبده مذوبه، وغادي ندير نص كاس ديال الفينو وكاس ديال الزيت. هذه هي الخلطه السحريه اللي كتخلي الملوي ديالنا مورق. هنايا غادي نبدا نشارك معكم. درت طلق 2 ديال الكرات، غادي نورقهم بجوج، وغادي نزيد الكره الثالثه غادي نخليها ترتاح. هنايا غادي نورق الملويه ديالي، غادي نديرها على شكل رغيفه. فوق سطح العمل كندير الزيت، زيت نباتيه بها باش كنطلق، والخلطه كنورق بها. غادي ندير الخلطه حاولوا ما امكن ديروا كميه مهمه ديال الخلطه، حيت هي اللي كتورق لنا الملوي ديالنا. ورقوه حتى يبان سطح العمل. غادي نخليها ترتاح ونرجع للكره الثالثه. بهذه درتها على شكل رغيفه، نرجع للكره الثالثه غنطلقها
وندير فيها هاد الرغيفة ديالي. من بعد غادي نخليها ترتاحي واحد شوية. انا خرجوا لي هنايا جوج ديال الملويات، درت غير جوج، اللي بغى ممكن يضاعف المقادير. انا غادي نوريكم الطريقه ديال تجميع الملويه باش نجيبها دائريه. حاولوا تجمعوا غير الطراف. غادي نقرصها في هاد الاثناء. انا المقله ديالي كتسخن. انا كنشارك معكم غير الطريقه. غادي نعاون بواحد الورق ديال الطبخ اللي غادي نقرص باش تساعدني على انني نهز المقله. غادي نرميها للمقله ونحاول نبقى نديها ونجيبها في المقله باش تحمر لي بجميع الجوايه. من بعد غادي نوريكم النتيجه النهائيه. هذا هو الملوي ديالي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده.